علي حميمون مدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بجهه طنجة تطوان الحسيمه. الوغ اليوم غادي نحضروا هذا الملتقى اللي هو الملتقى الثاني ديال النقل في الجهه ديال طنجة تطوان الحسيمه. هذا الملتقى اللي عنده واحد الاهميه اللي هي قصوى نظرا لاهميه النقل في بلادنا. اهميه النقل كما كتعرفوا فالوزاره ديال النقل يعني قامت بعده اشياء مهمه في ميدان النقل. فاحنا الحمد لله عندنا بزاف ديال انواع النقل. هناك النقل السككي، هناك النقل البحري، هناك النقل البري والنقل الجوي. في اطار النقل الجوي هناك مجموعه من الاتفاقيات اللي قامت بها الوزاره مع شركات الى اخره بمطار الدار البيضاء، وكنتمنوا انه يكونوا حتى المطارات الاخرى بما في ذلك المطار ديال طنجة تطوان الحسيمه. وكذلك هناك بالنسبه للمنطقه ديال طنجة تطوان الحسيمه فيها احسن ميناء او اكبر ميناء في القاره الافريقيه اللي هو الميناء طنجة المتوسطي. وكذلك بالنسبه للسكك الحديديه الحمد لله الان عندنا قطار سريع اللي كاين بين طنجة والدار البيضاء. بالنسبه لهذا الملتقى غادي يكون مناسبه مجموعه من المتدخلين في هذا الميدان ديال النقل باش نوصلوا بعض التوصيات المهمه اللي خاصنا نقوموا بها في الجهه ديالنا باش الجهه تكون واحد الجهه اللي هي وصلت لواحد النتيجه. لاننا نحن الحمد لله في المغرب عندنا واحد تحديات كبيره في 2030 نظرا كاس العالم 2030 غيكون في المغرب والجهه ديالنا غتكون ممثله طبعا. وكذلك هذه القضيه ديال النقل الورقي هناك مجموعه مع مجلس الجهه والمتدخلين كاملين اللي غادي نحاولوا نشوفوا بعض الحلول. كنظن بان هذا الملتقى الدور ديالو هو التوصيات باش نوصلوا بعض الحلول اللي ننجحوا فيها في اطار هذا النقل. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله القراطعي، عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، رئيس لجنة النقل الحضري. اليوم عندنا حدث ديال الملتقى الثاني للنقل بجهة طنجة تطوان الحسيمة بعمالات المضيق في الندق وبالخصوص في المضيق. فهذا الملتقى اللي خدينا له يعني نقل جهوي ذكي ومستدام. مقصود من النقل الذكي هو هاد التطبيقات اللي الان الساحه المهنيه كتكلم عليهم واللي غير قانونيين، الناس كيخدموا بطريقه غير قانونيه، والنقل هو منظم بالظهير الشريف 63. بغينا اليوم نفكروا اننا كيفاش قطاع سيارات الاسره انه يشتغل بهذا النقل الذكي. فكذلك المستدام بغينا كذلك يكونوا عندنا سيارات اللي هما في المستوى السيارات الكهربائيه او السيارات الهيدروجيه، يعني يكون عندنا واحد التغيير. فاليوم عندنا خبراء معنا متدخلين كثار، معنا مهنيين. بغينا اليوم اننا نخرجوا بتوصيات في هذا المجال هذا.